اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير. جوست تاتش، لمسة الاشباح. ايه لمسة الاشباح وايه جوست تاتش؟ ده اللي هنعرفه معانا النهارده. احنا طبعا طالعين للتوعية ونعرف حضراتكم كل الترندات اللي بتطلع، وخصوصا الموضوع ده قلب التواصل الاجتماعي. جوست تاتش دي كلمة عبارة عن كلمة توحي بعبارة عن الهجمات اللي بيستخدمها المجرمين في السيطرة على أجهزتنا من خلال استخدام الإشارات الكهرومغناطيسية عن بعد. يعني أنت النهاردة في كافيه بتشرب حاجة معينة، سايب تليفونك على الترابيزة، من خلال وانت سايب تليفونك كده بقدر ان انا اعمل هاك على موبايلك من غير ما اتحكم في موبايلك، بيكون عن بعد وانت مش جنبي. ده الكلام ده خطير جدا، والكلام ده انت رعبتنا كده يا باشمهندس من الموضوع ده. احنا مش ده طالعين نرعب الناس ولا نخوف الناس، احنا طالعين نوعي الناس ازاي يحافظوا على نفسهم من الجوست تاتش، اللمسة الاشباح. طيب ازاي بقى ان انا احافظ على جهازي وحافظ على بياناتي وحافظ على صوري وفيديوهاتي وحاجتي اللي موجودة على موبايلي من الجوست تاتش ولمسة الأشباح دول أو الناس اللي هم الهاكرز؟ أول حاجة عشان يتم الموضوع ده لازم أول حاجة أأمن تليفوناتي من خلال واحد، بصمة الاصابع. انتوا بتستهونوا بموضوع بصمه الاصابع اللي بتكون موجوده على الموبايل، ان انا لما اجي افتح الموبايل محدش يقدر يفتحه الا ملمس الموبايل بصبعي كده علشان الموبايل يفتح معايا. ده رقم واحد. رقم اتنين، بصمه الوجه اللي هو الفيس، ان انا افتح التليفون من خلال وشي، ان انا اعمل الفون كده وابدا اخده سيلفي كده مع بعض ويفتح معايا. ده مهم، مهم جدا، وهيساعد في تامين الجهاز بتاعي. رقم ثلاثة، ممنوع منعا باتا يا جماعه ان انا اي شبكه اكون متصل بها او فاتح الواي فاي بتاعي عمال على بطال. يعني ايه؟ في ناس بتفضل فاتحه الموبايل بتاعها وفاتحه الشبكه بتاع الجهاز بتاعها وسايباها مفتوحه كده وبتمشي في اي مكان، وده خطر جدا. انت كده بتساعد الهاكرز ان هو يدخل على موبايلك ويدخل على ملفاتك. رقم خمسة، ان انا ممنوع منعا باتا ان انا افتح البلوتوث بتاعي عمال على بطال، لان برضو الموضوع ده في غاية الاهمية. لو حد فاتح البلوتوث بتاعه وماشي وسايب الموبايل بتاعه مفتوح، من خلال الجوست تاتش اقدر ان انا ادخل على موبايلك. ودي مهمة جدا، لازم ان احنا كمان ان احنا نحدث تليفوناتنا ونعمل ابديت دايم. يعني ايه ابديت؟ يعني اخر اصدار نازل للموبايل بتاعي ابدا ان انا اثبت اخر اصدار ليا واحدث الموبايل بتاعي باستمرار، واهتم دايما بالتحديثات بتاعتي. طب التحديثات مهمه، التحديثات في غايه الاهميه. طب مهمه في ايه يا باشمهندس؟ مهمه ان انا بنزل اخر فيرجن للجهاز بتاعي، فالهاك بيشتغل ببرامج حديثه فمش هيقدر ان هو يدخل على موبايل، لان انا منزل اوريدي اخر اصدار واخر حاجه انا منزلها، فمش هيقدر اللي هو يدخل بسهوله. كمان من الحاجات المهمه جدا ان احنا ناخد بالنا منها، ان احنا دايما لازم ننزل برنامج حماية من الفيروسات او حماية من الهاكرز بصفة عامة. طب هننزل برامج زي ايه؟ زي ميلوير بايتس ميلوير. ده برنامج مهم والناس بتسترخص يا جماعة وتنزل برنامج مجانا. اوعى تنزل برنامج مجانا، لان البرنامج ده بيبقى ليه مدة صلاحية وبينتهي، يعني وجوده زي عدمه. طب اعمل ايه؟ انزل برنامج بفلوس في خلال مثلا شهر معين او سنة، بدفع له مبلغ معين، وبيكون الموضوع سهل جدا ومش غالي. النهارده في اصدارات حديثه جدا وبرامج فيها باكج كده على بعضها رخيصه جدا مش بفلوس النهارده. فانت حمايتك مهمه جدا. كمان لازم ان انا ممنوع ان انا افتح لينكات عمال على بطال، لان اللينكات الملغمه ممكن يدخلني في حاجه انا في غنى عنها. خلي بالكم الاي اي كل يوم حاجه حديثه بتطلع. احنا بننام ونقوم من النوم نلاقي حاجه حديثه طلعت، وكل يوم الذكاء الاصطناعي متقدم جدا. كل حياتنا اليوميه فيها ذكاء اصطناعي. احنا بنقوم من النوم نلاقي حاجه جديده حصلت في الذكاء الاصطناعي. فخلي بالكم، معلوماتنا مهمه. ربنا يحمينا من الهاكرز، ربنا يحفظ مصر وشعبها وجيشها ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، كان معاكم المهندس شاكر الجمل.
قلت كده اطلع معاكم للتوعية التكنولوجية. شكرا لحضراتكم، مع السلامة. مع السلامة.